فلتر هواء حاول بقدر المستطاع، لا تجيب اصلي لا تجيب ماركه تكون نظيف، لا كده لا بلاش. طبعا حساس الماس ده زي ما كلمتكم عليه، الحساس ده بيحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربائيه عن طريق دخول الهواء، لان زي ما قلت لكم الهواء ده مكون من حاجتين، من كتله وحجم الهواء. فطبعا ده الحساس اللي هو حساس الحراره، حساس الهواء هوريه لك اهو، ده موجود. حساس الارماس الموجود على العلبه من فوق بيعدي الهواء طبعا عليه على السيرموستر ده بيسخن طبعا، بيشتغل من 0 فولت ل 5 فولت، فبيبدا يسخن. فلما بيسخن معايا الهواء بيعدي عليه بيبرده، فبيعمل حاجتين، بيبرد ما بيبرد بيبدا يتحول بقى من بيبرد من 0 فولت ل 5 فولت، بتبدا ترجمها مين؟ الكنترول يعرف ان الهواء ده معدي كويس جدا في اكسجين ولا لا، الهواء ده كويس يعني في كميه هواء كويسه جدا ولا لا. فدي وظيفه الايه؟ الحساس ده احنا قلنا البنزين فلتر هواء حاول بقدر المستطاع، لا تجيب اصلي لا تجيب ماركه تكون نظيفه، لا كده لا بلاش. الحساس ده المفروض كل 10000 كيلو ان انا ابدا انضفه. انا لو نظفت الحساس ده كل 10000 كيلو هيبقى كويس جدا معانا. او لا قدر الله في مشكله في لمبه اعطال منوره، بتخش بالجهاز ده ومسجل بتغيره، او لو في مشكله في الدفير. لو الحساس ده مكتوم بيتنضف كل 10000 تمشي معايا العربيه زي الفل. في حاجه ببدا اغيره. انت بتعرفوا العربيه مكتومه بيه ازاي؟ اول ما ادوس اكسلراتير كده الاقي العربيه مخنوقه في الاول، بعد كده يبدا يستجيب معايا، تبقى عارف ان ده مشكله حساس ارماس.